قال المصنف رحمه الله: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ختم رحمه الله تعالى حديث هذا الباب بهذا الحديث في الحث على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويومها. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت وفي كل يوم، لكنها ليلة الجمعة ويوم الجمعة الشأن فيها أعظم لهذا الحديث. قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة فيه، أكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. أكثروا علي من الصلاة فيه. ومعروضة علي هذا يفسره الحديث الآخر، قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، يبلغونني عن أمتي السلام. قال: أكثروا علي من الصلاة فيه، أكثروا علي من الصلاة فيه. فهذا فيه من خصائص يوم الجمعة استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: وأحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، في كل حال، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا، وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد استحبابا، أي للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأجل هذا الحديث الذي أمر فيه عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة. قال الشارح رحمه الله: في الحديث دليل على استحباب تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. صلى الله عليه وسلم.